نفر هيرو. هنتكلم النهاردة عن الساحر ساتني. على فكرة الساحر ساتني ده اسم الشهرة للأمير خاعم واسط ابن الملك الشهير رمسيس الثاني. له قصة شهيرة ومغامرة شهيرة في البحث عن كتاب الإله تحت. الإله تحت أو جيحوتي هو إله الحكمة والمعرفة، وهو إله الكتابة والحساب، وفوق كل ده هو إله السحر. تحت جمع العلوم المقدسة وعلوم السحر بالذات كلها وحطها في كتاب مكتوب بخط ايده، هو الكتاب الازلي. اخفى هذا الكتاب في قاع النيل حتى لا يصل اليه بشر. الكتاب ده مكون من جزئين. الجزء الاول يعلمك كيف تملك سحر الارض والسماء والبحار والجبال، ويعلمك ازاي تتكلم مع الطير والحيوان والزواحف وكل المخلوقات. اما الجزء الثاني فيجعل القارئ يرى الشمس والقمر والنجوم والآلهة كلها كما كانت في البداية قبل بداية الخليقة. الأمير خاعم واسط اشتهر بحبه للسحر، كان مولع بالعلوم والمعارف، طواق لتعلم السحر. بحث كثيرا عن كتاب الإله تحت المقدس بس ما لقاهوش، إلى أن أتاه شيخ مسن في أحد الأيام وأخبروا هذا الشيخ إن في شخص يدعى نفر كابتاح سبقوا إلى الكتاب وأخذوا لنفسه، يعني دور على الكتاب ولقاه قبل ما ساتني يبدأ يدور عليه. هذا الشيخ المسن قال له إنه يعرف مكان الكتاب ويستطيع أن يرشده إليه، وحكى له القصة. نعرف بقى إيه هي القصة؟ نفر كابتاح تكبد عناء كبير وخاض أهوالا كثيرة حتى وجد صندوق من الحديد في قاع النيل اللي كان مستخبي فيه الكتاب المقدس. فتح الصندوق فوجد بداخله عدة صناديق أخرى، صندوق جوه صندوق جوه صندوق جوه صندوق، إلى آخر صندوق. والصندوق كان ده صندوق ذهبي من الذهب الخالص، لكنه طبعا بما أنه بيحوي الكتاب السري كان محاط بالعقارب والأفاعي، وحواليه بتلتف حية ضخمة تمنع أي إنسان إنه يقترب منه أو يفتحه. نفر كابتاح حاول إنه يقتلها ونجح فعلا، وأول ما قرب من الصندوق عشان يقتلها الروح دبت تاني في الحية، صحيت ومنعته مرة تانية، فحاول يقتلها تاني فماتت. وقرب من الصندوق صحيت الحية ومنعته للمرة التانية إنه يفتح الصندوق. جاء بقى في المرة التالتة قال لازم ألاقي حل، فنفر كابتاح قتل الحية ومزقها إلى عدة أشلاء، دفن هذه الأشلاء في أماكن متفرقة، وفتح الصندوق واستولى على الكتاب اللي جواه. الإله تحت طبعا غضب غضبا شديدا لسرقة كتابه، والإله رع سيد الآلهة غضب هو أيضا لنفس السبب وأنزل لعنته على نفر كابتاح. كانت نتيجة اللعنة دي إيه؟ ماتت زوجته ومات ابنه غرقا، الاتنين غرقوا. ثم مات هو أيضا، نفر كابتاح نفسه مات غرقا برضه. قبل ما يموت كان قد أخفى هذا الكتاب في مقبرته. ساتني لما عرف الحكاية دي من الشيخ المسن أخذ يبحث عن مقبرة نفر كابتاح عشان يلاقي الكتاب اللي فيها. بحث كثيرا وفي الآخر وجدها، ولما فتح بابها ودخل لقاها مضاءة بنور كثيف يشبه نور الشمس. أيقن إن النور ده منبعث من الكتاب السري. دخل دور على الكتاب وخده وخرج وهو فرح جدا جدا وغادر المقبرة. لكن مع الأسف في إحدى الليالي رأى حلم أزعجه كثيرا. شاف نفسه في الحلم بيقتل أولاده، وشاف نفسه على علاقة بامرأة لعوب دمرت له حياته. أدرك ساتني إن الإله تحت بيحذره بهذه الرؤية، يعني الحلم ده كان مجرد إنذار من الإله تحت بيقول له إن اللعنة هتلحق بيك وإنك هتتعاقب لو ما رجعتش الكتاب مكانه. خاف ساتني طبعا إنه يلقى نفس مصير نفر كابتاح وهو كان يتعلم الدرس، فندم على ما فعل وقرر إنه يرجع للمقبرة وحط الكتاب تاني مكانه وقفل المقبرة، ولم يبح بسر هذه المقبرة لأي إنسان أبدا. بهذا بدأت ثورة الإله تحت والإله رع تهدأ، وبدأوا يطمنوا إن أسرار الكون ستظل محفوظة وفي أمان إلى الأبد. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كلمة أصل كل شيء.